سنه اولى ابتدائي؟ تروح المدرسه على طول ولا بتغيب؟ طب قول له كده، اسمك ايه؟ عبد. سنه كام؟ 5. ايه اللي تعبك يا حبيبه؟ رجل. فيها ايه في رجلك؟ وجع. في منزل ريفي صغير تعيش أسرة وسط الزراعات بعزبة منشية قاسم، ابتلاها الله بالمرض. الابن الأكبر زياد 12 عام أصيب بالسرطان. الابنة المتوسطة حبيبة 11 سنة أصيبت بضمور عضلات. الابن الأصغر عبد الرحمن 7 سنوات أصيب بضمور عضلات وفي مرحلة متقدمة. والأب فقد عينه اليمنى أثناء عمله باليومية. ان انا يساعدوني ان انا اجيب علاج لعبد الرحمن. هدور عيل من عيال، طفل عنده 7 سنين هو مش عارف يمشي ولا يروح ولا يجي. انا اسمي محمد بيوم احمد ابو سمك. عندي 4 اولاد. الكبير كان في 57 قعد 1.5 سنة وربنا الحمد لله عافاه. ده زياد عنده كام سنة؟ زياد 12 سنة. عندي حبيبة وعبد الرحمن تعبانين الاثنين، عندهم ضمور عضلات دوشي. التحاليل الجيني قال ان هم دوشي، يعني مرض وراثي، والعلاج بتاعهم بيجيش الا من بره، وغالي غالي فوق فوق فوق, فوق الخيال. انا شغال باليومية على دراعي، وكنت شغال باليومية على دراعي في دراسة الذرة. جت عيني انخبطت راحت مني. ربنا كرمني وجوز اختي جاب لي التوك توك اشتغلت عليه. بعدين بطلع ما بشتغلش بالليل على فكرة كمان عشان عيني دي ما بتزغلل معايا. ولادك في مراحل التعليم ولا انت قعدتهم بقى من التعليم؟ لا هو والله عبد الرحمن بأمانة الله بروح يوم في الأسبوع ولا يومين بالعافية. ما هو ما بيقدرش يمشي كتير، سلم ما يطلعوش. وحبيبة بتقدر تروح؟ حبيبة بتمشي شوية وتقعد شوية، لأن النسبة عند البنات بتبقى ضعيفة شوية عن الصبيان. عند الصبيان سريعة. يعني أنا من شهر كنت محلل له، كان التحليل السي بي كي عامل 8000. حللت له الأسبوع اللي فات عامل 14600. وكل الدكاتره اللي راح لهم يقولوا اسرع في العلاج، اسرع يتصرف في العلاج، شوف حد من النواب، شوف حد يوصلك بوزاره التضامن عشان يجيبوا لك العلاج من بره، لان العلاج غالي. يعني العيل منهم هياخد له 6 مليون جنيه علاج. العلاج عباره عن ايه يعني؟ حقن ولا؟ في حقن وفي قراص اللي هي فوار على اسم العلاج. ده التقرير الطبي؟ تمام. هم دلوقتي ماشيينهم على فيتامينات. استحلفكم بالله عبد الرحمن ابنكم، خليه زي ابنكم ويمشي ويلعب زيه يا رب.